يا مساء الفل، يا مساء السعادة والجمال على أحلى متابعين وعلى أحلى مستمعين في الدنيا كلها. كل سنة وانتم طيبين، يا رب الفرح والسعادة والبركة والخير والستر يملوا بيوتكم ويملوا حياتكم، اللهم أمين يا رب العالمين. جميعا نقول أمين. احنا في أمس الحاجة للدعوات الحلوة، وفي أمس الحاجة إنه طول الوقت ندعي ربنا، وإن شاء ربنا إن هي أكيد هيجي علينا لحظة وربنا هيستجاب لو لدعوة واحدة من دعواتنا. النهارده معايا فيديو كله برد، كله برد، كله كده تكتكه، ومش قادره اتحرك من السقعه اللي ماليه الشقق او ماليه البيوت، رطوبه رهيبه جدا. ولكن بقى انا قلت ايه يعني، هتفضلي قاعده كده؟ فبصراحه يعني جوزي كده وولادي قالوا تعالي بقى نطلع فوق في الشمس واحنا بنشوف التور بتاعتك اللي انت جايباها دي رمضان، واتاخرت على ما جبتها لنا، وهنكنس جنبك الميه ونروق جنبك كده السطح، وانت بس اقعدي جنبنا كده، لاني فعلا العظم وجعه في البرد ده مش هقولك مؤذي، لا طبعا معظمكم عارف السن مع البرد مع وجع العظم ده حاجة مؤذية جدا، ربنا يعفى عنه وعن الناس كلها يا رب. طلعت بقى في الشمس كده، اتأخرت قوي على ما جبت طبعا الطيور دي، استنيت ان الاسعار تنزل، والحمد لله الاسعار بتزيد. البط اللي انتوا شايفينه ده انا جايباه اصغر من كده بكتير، كانت البط ب50 جنيه. الفراخ الصغيرة جدا طلعت لقيتها بردانة جدا جدا. طبعا عندي البيت لانه قدامه ارض وكده فدايما برد جدا، فما بعرفش ان انا اربي حاجة في الشتاء، ولكن برضو انا بسكتش يعني، فاهمين؟ ما بسكتش. طبعا طلعت لقيت الطيور كلها بردانة جدا وكشة من السقعة والبرد، برد فظيع. صعب عليا بقى ان ابقى شاريه الحاجه بفلوس كده وبتاكل غالي، وكمان صعبت عليا انها تكون بردانه قبل الفلوس يعني. طلعت كده فتحت لهم بقى في الشمس، وربنا يكرمه كده جوزي بدأ ينظف السطح جنبي من الميه. لو تلاحظوا ان احنا مش عاملين ميه في الشوارع، مش بننزلها في الشارع، لا احنا عاملين كده ماسوره كده بتنزل في صرف البيت، زي ما انتم شايفينها قدامكم كده، علشان ما نعص الشارع ميه يعني، فاهمين؟ يعني نحاول احنا من جنبنا نكون احنا منشفين يعني. يا ريت كل البيوت تعتمد الفكره دي، فكره كويسه جدا على فكره، افضل بكتير من انك تنزلي الميه في الشارع وتعوسي الشوارع ميه ومش عارفين الناس تعدي وكده، كمان ده صواب لله يعني. المهم، طلعت كده قعدت فوق جنب الطيور بتاعتي نصلي بقى على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مش عايزه اقول لكم البرد عامل ازاي يعني، لما طلعت فوق على قد ما في شتاء وعلى قد ما في الجو كان مغيم، في شويه شمس يعني، حبه الشمس دول بداوا يدفونا كده واحنا قاعدين. تنزلي بقى الشقه تحت، يا نهار ابيض على الرطوبه وعلى البرد، تحسي ان انت ايه يعني، البيت بتاعك عباره عن تلج، حواليه تلج كده، او المطره كانت هي عباره عن تلج. الحمد لله، ربنا يعفى عنا ويعافينا جميعا. طبعا انا بشكر كل الناس اللي عزتنا، طبعا هو التعزيه لليوتيوبر امل واحمد، ربنا يعني يجعله في ميزان حسناتها، كل دعوه دعتوها لها ماما ساميه الست المحترمه اللي كنت بتابعها، ماما سعيده، انا اسفه ماما سعيدة. أنا بصيت لقيت كلمة سامية فركزت مع كلمة أنا آسفة، ربنا يرحمها ويرحم أمي وأمهات المسلمين جميعا يا رب، وربنا يصبرهم على فراقها، لأن فراق الأم يعني، ربنا يخلي كل الامهات اللي الموجوده لاولادها يا رب، كبار او صغار، وربنا يرحم كل الامهات. ما حدش بيحس بالوجع ده غير اللي اتوجع قبل كده، فعشان انا مجربه الوجع ده فعارفه شيء ده صعب قد ايه، وتفضلي تعاني منه لحد ما ربنا يفتكرنا يعني، ربنا يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى الفراخ يعني، انا كنت بورا لكم قد ايه واقفه كشه وبردانه زيي، والله العظيم ما كنت قادره اتحرك، بس الحمد لله ربنا بيعيننا يعني. لقيت كده بقى الدنيا خلاص بقى، قمت سايبه التليفون من ايدي وبدات ان انا بقى ايه، قلت له بقى انت اقعد بقى شويه كده. فرشت لهم بقى القش نضيف ده ناشف علشان يبقى تحتهم كده حلو، وبدات اظبط بقى الدنيا، اطلع القش من تحت البط وكده، علشان البرد يا حبايبي كده ما يتعبهمش، لان انا كانت عندي طيور وراحت كلها مني، ربنا يعوض عليا من البرد تمام يعني. حتى كان عندي روم كتير، شايفين بوريكم الفراخ تعبانه كش من البرد بطريقه فظيعه يعني. الجو حلو، منظره كده حلو قوي يعني، بتقف كده جو جميل شاعري، تقدري بقى وراكي بقى ايه يعني، مسؤوليات الدنيا كلها مش عايزه اقول لك. كل شويه نسمع الاسعار بتزيد، الاسعار بتزيد، الاسعار بتزيد، فلدرجه ان الواحد ما عادش عايز يسمع، والله العظيم، ولا عايز يفكر في اللي بيحصل يعني. نسيب الحياه كده تمشي زي ما تمشي، وزي ما ربنا كاتب لنا وقسم لنا احنا راضيين وايه وحامدين ربنا، وربنا قادر يلطف بينا وبالناس كلها. انا كان عندي تعقيب كده
للناس اللي نازله تجهيزات لرمضان. ده حلقه تانية انا هنزلها طبعا مخصوص، ولكن انا كان عندي بس فكره كده، عايزه اديكم نبذه صغيره بس. يا ريت نراعي مشاعر الناس، يا ريت نراعي مشاعر بعضنا. مش اننا عشان داخل على رمضان ممكن تخزنوا خضار زي البسله، زي القلقاس، زي الطماطم صلصه، زي الجزر، زي البرتقال، زي الفراوله. الحاجات دي كلها ممكن نجيب كميات بسيطه ونخزنها في اكياس للعصاير او للاكل طبيخ يعني. لكن ابعدوا عن فكره اللحوم الفتره اللي احنا فيها والفتره المقبله كمان. في ناس كتير بتشوفكم وما بتكونش مقدرتها ماديا انها تجيب الشيء ده، فده شيء بيحزنهم، خصوصا لو اولادهم هم قاعدين بيتفرجوا عليكم، فيبداوا اولادهم يقول لهم شايفين، طب احنا عاوزين. والحاجات دي بتوجع القلب لكل ام وكل اب. احنا عندنا اولاد ومجربين كل الاحاسيس ديت كلها. فيا ريت نراعي مشاعر بعض يا جماعه الفتره ديت. ما هيش مسابقه في التخزينات، وما هيش مسابقه في مين هيعرض اكتر عن التاني ومين هيعمل. ودايما نطلع بالبسيط يعني. شوفوا ابسط حاجه وتنفع وتبقى مفيدة ونطلع بها كلنا، يعني هتكسب فيها صواب. والله العظيم هنكسب في الناس دي صواب، وهنكسب في اللي يشوفنا كمان صواب. يعني ممكن بربع فرخة اعمل اكلة كويسة، ممكن استغنى عن الفرخ خالص وعن اللحمة خالص واعمل حاجة تانية. انا مثلا نزلت كان عندي كيس جوانح في الفريزر وكنت ناسياه، والله ناسيه خالص. نزلت هتعمل لكم ايه؟ قلت لهم هعمل لكم طبعا شوية رز معمر في الفرن ومع صينية بطاطس كده بالكوسة بالجزر. بصراحة صينية خضار ما اقولكوش، على اقسم بالله ما في حاجة اتثابت منها. يعني لا الجزر اتساب ولا الكوسه ولا البصل ولا اي حاجه اتثابت. وكانت بسيطه، فص توم كده، كام فص توم على بصلتين، شويه فلفل اسود، شويه كمون، نص معلقه سبع بهارات. والجزره دي حلوه جدا، بتدي تذكره حلوه قوي مع كوستين عندك كده، وشويه طماطم، واحلى صينيه بطاطس. كمان قرن الفلفل اللي حطيته عشان حراق قوي ما فتحتوش. طب لو انت عايزاه مشطشطه كده وسبايسي، افتحي بقى كده من الجناب هيدي معاكي طعم احلى. بعد كده افتكرت وانا بجهز ان الفراخ عندي كيس جوانح في الفريزر كده. طلعته وقلت على ما يفك شويه كده واظبطه، وبعدين ادوه تشويحه على النار واحطه فوق صينيه البطاطس في الفرن. والله العظيم اقسم بالله انا جوزي واولادي قالوا لي اجمل صينيه بطاطس بالجوانح. انا عمري في حياتي بصراحه ما طبخت الجوانح لوحدها، لاول مره. واعتقد كل الفتره ديت هيبدا يعمل ايه، يعني متهيألي هنوصل لحد ما ما نطبخ الريش على الاسعار اللي الناس عايشه فيها دي. يعني احنا بنحاول والله ندبر على قد ما بنقدر ونفرح اولادنا ونسعد اولادنا وما نحسسهمش باي حرمان او اي نقص، وبامكانيات بسيطه. يعني انت عندك مثلا فرختين تلاتة كده تذبحيهم، يعني انا مش بقولك هاتيهم مره واحده، يعني انا بقولك مثلا هاتيهم يبقوا عندك طول الشهر. ممكن تاكلي طول الشهر فراخ انت وولادك من فرختين او ثلاثه. قطعي بقى وظبطي كده نفسك، و يعني حاولي تكوني كده مدبره بحاجات بسيطه. عملت رز المعمر عادي خالص، لبن 3/4 لبن وربع ميه، ولازم تكون الميه موجوده في اللبن حتى لو اللبن متوفر عندك، مع معلقه سمنه بلدي كده وشويه الملح، وحاطه في الفرن. جنبي بقى حطيت صينيه البطاطس كده، وكانت غدوه ممتازه رائعه فعلا. ربنا يحسن ما بين ايدينا، وربنا دايما بيبارك في القليل وبيبارك في الحاجه اللي انت بتعمليها بحب لاولادك. الطعم ما اقولكوش كان عامل ازاي، والريحه كانت فظيعه فظيعه فظيعه. وكله كان مسلوق ومش متقلي ومش متبهر قوي، وما يتعبش المعده ومش مكلف. شويه جوانح عندك كده، سامعه كمان عندك بالحاجات دي بتتباع بالكيلو عند الناس بتوع الفراخ. اشتري لك مثلا كيلو، اعمليه على مرتين او على حسب عدد اسره، يعني افراد الاسره بتوعك. ما شاء الله